عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تانية إعدادي، بنكمل حل علوم من كتاب الامتحان 2023 الترم التاني أو الفصل الدراسي التاني. مازلنا في الدرس الأول في المنهج، درس الحركة الاهتزازية. وصلنا لحل أسئلة كتاب الامتحان على الدرس، وده صفحة 26. صفحة 26 من كتاب الشرح. السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي. 1. الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، ده تعريف الحركة الدورية. الحركة التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه بحيث تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، دي الحركة الاهتزازية. أبسط صور الحركة الاهتزازية: الحركة التوافقية البسيطة، الموضع الذي تكون فيه سرعة الجسم المهتز نهاية عظمى والإزاحة صفر، ده موضع السكون. أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه سعة الاهتزاز. المسافة بين نقطتين: سرعة الجسم المهتز عند إحداهما أكبر ما يمكن وعند الأخرى أقل ما يمكن، برضو سعة الاهتزاز. إذا رقم 5 و6 ده تعريف سعة الاهتزاز. الحركة التي يحدثها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة ما في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد، ده تعريف الاهتزازة الكاملة. الزمن الدوري لعمل اهتزازة كاملة، الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة الزمن الدوري. المعكوس الضربي للتردد الزمن الدوري. الزمن الدوري بيساوي المعكوس الضربي للتردد، والمعكوس الضربي للتردد هو نفسه الزمن الدوري، الاتنين المعكوس الضربي لبعض. فالمعكوس الضربي للتردد هو الزمن الدوري، والمعكوس الضربي للزمن الدوري هو التردد. رقم 10: الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة التردد. المعكوس الضربي للزمن الدوري ده التردد. بعد كده السؤال رقم 2: اختر الإجابة الصحيحة. 1. أي العبارات الآتية تنطبق على حركة جسم حركة اهتزازية؟ هنختار رقم ج. تنعدم سرعة الجسم عند أقصى إزاحة يصل إليها. الجسم المهتز كل ما يقترب من موضع السكون سرعته بتبدأ تزيد، كل ما يبعد عن موضع السكون سرعته بتبدأ تقل لحد ما يوصل لأكبر مسافة أو أقصى إزاحة بعيدا عن موضع السكون، السرعة بتنعدم بتصبح صفر. 2. كلما اقترب الجسم المهتز من موضع سكونه سرعته تزيد سرعته. الجسم المهتز كل ما اقترب من موضع السكون سرعته بتزيد، بالتالي طاقة حركته بتزيد. الاختيار رقم ج، تزداد طاقة حركته، لأن في قانون بيقول طاقة الحركة بيساوي نص الكتلة في مربع السرعة. بين طاقة الحركة والسرعة علاقة طردية، فلما السرعة بتزيد طاقة الحركة بتزيد. 3. حركة الأرجوحة من أمثلة الحركة الاهتزازية. الأرجوحة بتتحرك حركة اهتزازية دورية أو دورية اهتزازية. تعتبر حركة بندول الساعة حركة دورية اهتزازية. رقم د ألف وب معا، هي حركة دورية ونوعها دورية اهتزازية. تمثل حركة ايه؟ حركة دورية بس مش اهتزازية، طبعا لعبة النحلة. حركة لعبة النحلة هي حركة دورية لأنها تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، ولكنها غير اهتزازية لأنها لا تتكرر على جانبي موضع السكون. تزداد طاقة حركة البندول البسيط في كل الحالات التالية ما عدا نقص كل من سرعته وكتلته. الاختيار رقم ج.
في قانون بيقول طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. بالتالي بين السرعة وطاقة الحركة علاقة طردية، وبين الكتلة وطاقة الحركة علاقة طردية برضو. فلو الكتلة قلت طاقة الحركة بتقل، ولو السرعة برضو قلت طاقة الحركة بتقل. إذا السرعة والكتلة قلوا طاقة الحركة بتقل. سعة الاهتزاز بتساوي أو بتعادل ربع اهتزازة كاملة. الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 ساعات اهتزاز. إذا سعة الاهتزاز بتعادل أو بتساوي ربع اهتزازة كاملة. أي الأشكال التالية يمثل اهتزازة كاملة؟ الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 ساعات اهتزاز، وهنا الجسم المهتز هو البندول البسيط، فلازم يتحرك 4 ساعات اهتزاز، أو يتحرك 4 مرات على جانبي موضع السكون، فهو الاختيار رقم ألف. هيتحرك 4 مرات على جانبي موضع السكون، أو يحدث 4 ساعة اهتزاز، هي دي الاهتزازة الكاملة. ولكن ب دي 3 ساعة اهتزاز، ج دي 3 ساعة اهتزاز خطأ. 4 ساعة اهتزاز اللي هي الاختيار رقم ألف. المسافة بين أقصى إزاحتين لبندول بسيط على جانبي موضع السكون تعادل ربع ولا نص ولا ضعف ولا 4 أمثال اهتزازة كاملة؟ ده بندول بسيط، ده موضع السكون، دي أقصى إزاحة يمينا، أقصى إزاحة يسارا. المسافة بين أقصى إزاحة يمينا ويسارا، يعني المسافة دي كام اهتزازة كاملة؟ طبعا دي 2 ساعة اهتزاز. من موضع السكون ليمينا دي ساعة اهتزاز، من موضع السكون ليسارا دي ساعة اهتزاز. إذا دول 2 ساعات اهتزاز. واحنا عارفين ان الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 ساعات اهتزاز. إذا 2 ساعة اهتزاز دي نصف اهتزازة كاملة، لاختيار رقم ب. 10 أقصى إزاحة يصنعها زونبورغ مشدود بعيدا عن موضع سكونه 25 سنتيمتر. ده تعريف سعة الاهتزاز. بنعرف سعة الاهتزاز: أقصى إزاحة يحدثها جسم مهتز بعيدا عن موضع سكونه. إذا سعة الاهتزاز هنا بتساوي 25 سنتيمتر. احنا هنختار الاختيار رقم ج. ليه الاختيار رقم ج؟ المسافة التي يقطعها الزنبرج خلال اهتزازة واحدة كاملة تساوي 1 متر. الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 ساعات اهتزاز، فنضرب 4 في 25 ب100 سنتيمتر. 100 سنتيمتر بتساوي 1 متر، فهو الاختيار رقم ج. عندما يستغرق بندول بسيط زمنا قدره 2/10 ثانية في عمل ساعة اهتزاز واحدة، يكون زمنه الدوري كام ثانية؟ الزمن الدوري اللي هو زمن الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 في زمن ساعة الاهتزاز. زمن ساعة الاهتزاز 2/10 هنضربها في 4. 2/10 في 4 ب8/10. الاختيار رقم د. عندما يصنع جسم مهتز 300 اهتزازة كاملة في نصف دقيقة، يكون زمنه الدوري كام ثانية؟ القانون ونعوض فيه. القانون بيقول الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. في القانون الزمن بالثانية نصف دقيقة يعني 30 ثانية، على عدد الاهتزازات الكاملة 300. نقسم 30 على 300 معناها 1/10. إذن الزمن الدوري 1/10 ثانية. عندما يصنع جسم 600 اهتزازة كاملة في الدقيقة، فإن تردد هذا الجسم كام هرتز؟ بنكتب القانون ونعوض فيه. التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. عدد الاهتزازات الكاملة 600 على الزمن بالثانية الدقيقة يعني 60 ثانية. 600 على 60 يعني 10.
إذن الجسم تردده 10 هرتز. 14. من الشكل المقابل. 1. تردد الجسم المهتز كام هرتز؟ التردد بنقسم عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية، دول 2 اهتزازة كاملة، إذن عدد الاهتزازات الكاملة 2 على الزمن بالثانية. الاتنين الاهتزازة الكاملة دول اتعملوا في 8/100 ثانية. نقسم 2 على 8/100 بتساوي 25. إذن الجسم تردده 25 هرتز. رقم 2. سعة الاهتزاز كام متر؟ سعة الاهتزاز بنحسبها من الرسم. سعة الاهتزاز اللي هي المسافة دي، المسافة دي هي سعة الاهتزاز، فهنوصل القمة بمحور المسافة، هيطلع معايا 2 متر. كان تردد جسم مهتز 5 هرتز، فإنه يحدث كام اهتزازة كاملة في الدقيقة الواحدة؟